انت اشتريت اختك؟ قال لي انا اشتريت عرض وشرف. وقتل مرات اخوها بثلاث طعنات. ابنها اللي عنده 3 سنين وراح الدبحة. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي احنا بنقول يا جماعة كل واحدة تحافظ على بيتها وتحافظ على جوزها وتحافظ على عيالها. من بعد ما تطلع من بيت جوزك ملكيش بيت. بيت ابوك وبيت امك مش بيتك، ده بيت العيلة، بيت اخواتك، بيت الاسرة. وبيت اخوك مش بيتك. اخوك ممكن يقابلك كضيفة، كواحدة جاية زيارة، لكن ما ينفعش تقيمي اقامة كاملة عند اخوك. وكل واحد بيقول يلا نفسي، كل واحد بيقول يا طبعا كف بيتي. اخوكي معاه مراته ومعاه عياله، مش محتاج ان انت تيجي تقعدي معاه وتشاركيه في لقمته ولقمة ولاده، حتى لو كان صلة الدم بينكم كاخوات. وبعد كمان اختك مهما تكن شيئتك وحبيبتك ومتربين مع بعض، ده احنا من ام واب واحد، لكن اختك متجوزة وعندها اولاد وهي مش حرة ببيتها، يعني ما تقدرش تفتح بيتها وتقول لك تعالي، لان لها راجل ولها زوج. فانت ايه اللي يخليكي تكوني حمل تقيل، حتى لو كان على ابوك وامك، حتى لو كان على اخوك، حتى لو كان على اختك. في الاول وفي الاخر خليكي ببيتك وبيت جوزك، هو مملكتك. مهما يكون الزوج وحش عصبي رده معاكي مش كويس، احتويه، اعرفي عيوب جوزك وتلافيها، وشوفوا مزاياه وحاول ان انت تنمي فيها. ايه اللي حصل؟ بنتنا دي اسمها زينب، عندها 27 سنة، متجوزة وعندها طفل اسمه ياسين عنده 3 سنين، عايشة مع جوزها. ابوها وامها ميتين. دبت الخلافات بينها وبين جوزها زي اي 2 متجوزين. اي واحدة بتعمل ايه؟ بتلم هدومها وتروح على بيت ابوها. طب ابوها وامها ميتة زين، تروح لمين؟ راحت عند بيت اخوها، ومعاها ابنها ياسين اللي عنده 3 سنين. شيء طبيعي، دي اختي هفتح لها البيت تيجي. اما هتروح فين؟ هسيب اختي في الشارع؟ طيب تقعد لها يوم ماشي، يومين، 3، 4، 5. حتى لو الاخ مبينش لاخته ان انت بقيتي حمل تقيل عليا ومش قادر على مصاريفك انت وابنك، وجوزك اولى بمصاريفك واولى بمصاريف ابنك، بلاش من كده. حتى الاخ لو يقدر، مرات الاخ هتقول لك يا جاي اشتركنا في عيشتنا ليه؟ ما مرات اخوك دي من حقها تقول انا عايزه شقتي لوحدي، مش عايزه حد يشاركني فيها، عايزه البس براحتي، عايزه اضحك مع جوزي، عايزه اهزر مع جوزي. ما ينفعش واخته قاعده. طبعا اول يوم بيبقى الضيف ليه هيبته، وتاني يوم نبتدي اهو، تالت يوم ابتدى الوش يتغير، رابع يوم اهلا وسهلا، خامس يوم انت ما وراكش حاجه النهارده، ما هو عايزين يمشوه. طبعا الاخ ما بيتكلمش، لكن مراته ابتدت تتكلم مع زينب. ايه يا زينب يا بنتي، انت مالكيش غير بيتك وجوزك ارجعي له، ما احنا كلنا كده، وياما بستحمل من اخوكي وانت استحملي من جوزك، العيشه بقى صعبه. خلاص الكلام بقى في الوش. زينب لقت مرات اخوها بتقول لها العيشه بقت صعبه واخوك يا دوك مكفينا بالعافيه، يعني انت وابنك ما تشاركوناش في لقمتنا، ده من الاخر. فزينب راحت ترد عليها وقالت لها بقول لك ايه، ده بيت اخويا
قبل ما يكون بيتك ده بيت اخوي، وانا قاعده في خير اخويا وفي شقه اخوي. طبعا الكلام ده ايوه، انت قاعده في خير اخوك ايوه، وقاعده في شقه اخوك ايوه، ومحدش يقدر يقول لك حاجه ايوه، لكن مش معنى كده ان مرات اخوك ملهاش قيمه في البيت. لا، مرات اخوك هي نمبر 1 برضه، هي رقم 1 في البيت، لانها شريكه اخوك في الحياه الزوجيه، يبقى لها كلمه وليها اعتبار. فقالت طب لما يجي اخوك يشوف بقى لا انا لا انت في البيت. طبعا الزوج لما رجع لقى نفسه في موقف صعب جدا. اخته بتقول له تعالى يا عم مراتك عايزه تطردني، ومراته بتقول له بقول لك ايه يا سبع البرمب، هو انت قادر على مصاريف انا والعيال لما تقدر على مصاريف اختك وابنها ما تروح لجوزها وبيتها؟ طيب يزعل مين الزوج؟ يزعل اخته ولا يزعل مراته؟ المهم طبعا الزوج في موقف لا يحسد عليه. طيب يا اختي اصبري، طيب يا حبيبتي يا مراتي، طب نشوف بس الموضوع ايه، انا هروح اقابل جوزها ونشوف الحل ونوصل لحل، علشان عايز برضو يمشي اخته تروح بيتها. لكن الزوج فشل مع زوج الاخت، فقال لمراته بقول لك ايه، هي قاعده معانا هتروح فين؟ ملهاش حد بعد ابويا وامي، فاقبل الوضع ده عشان ما عنديش بديل، انا ما اقدرش ارمي لحمي اختي وابن اختي في الشارع. هو ده اللي قالت له انت اشتريت اختك؟ قال لها انا اشتريت عرض وشرف. قالت له وانا برضو عرضك وشرفك. قال لها انت يوم ما هتزعلي هتلقى بيت ابوك تروحيه، لكن اختي دلوقتي لو انا مشيتها تروح فين؟ تروح عند اختي عشان جوز اختي يبعت لي يقول لي تعالى خد اختك. المهم فضلت بقى مرات الاخ تتفنن ان هي تطرد اخت جوزها، لكن زينب كانت قاعده مبلطه وقالت مش ماشي. ابتدت خناقات الستات، وانتوا عارفين بقى خناق الستات مع بعضهم. على فكره اي زوجه بتبقى علاقتها مع اهل جوزها كويسه مش وحشه، لكن لما تكون كزيارات متبادله، لكن كاقامه كامله صعبه جدا. وخاصه ان اخت الزوج بتبقى عامله زي الحما. اخت الزوج دايما تبص لمرات اخوها ما تعملي كذا، مالها مراتك بتبقى عامله زي الحما بالظبط. المهم مسكوا ببعض، قالت لها ده بيتي والتاني يقول لها ده بيت اخويا، مسكوا ببعض. فما كانت من زينب من مضايقتها من مرات اخوها راحت ماسكه السكينه وقتله مرات اخوها ب3 طعنات. يعني زينب قتلت مرات اخوها. مين اللي شاف الجريمه؟ ياسين اللي عنده 3 سنين، قعد يزعج، شايف امه بتضرب مرات خاله. الواد لما زعج زينب فوجئت ان الواد شاف كل حاجه، خافت ان الواد يقول ماما قتلت طنط. تعمل ايه؟ بالسكينه اللي قتلت بيها مرات اخوها راحت مسكت ابنها اللي عنده 3 سنين وراحت ذبحها. يعني قتلت مرات اخوها وقتلت ابنها. والحمد لله ان اولاد الاخ ما كانش موجود، كان في المدرسه، وراحت سابت البيت ومشت على اساس ان هي هترجع تلاقي ايه؟ انه ابنها ميت ومرات اخوها ميت، وشوفوا مين اللي عمل كده. لكن وهي خارجه الجيران كانوا سامعين صراخ الواد، راحوا ماسكين ايه اللي حصل، دخلوا لقى الواد مذبوح ومعاه مرات الاخ. اتصلوا بالشرطه وجه الاخ ومسكه. اعترفت وقالت كانت بتضغط على اخويا عشان يطردني، والواد ابني شافني وانا بموتها فخفت احسن ايه يسجنوني ولا يعدموني فقتلته. قتلت ابنها. هنقول ايه؟ الجريمه دي فين بقى؟ الجريمه دي في جنوب تركيا، في محافظه او ولايه اسمها ولايه اديمان. يعني تخيلوا البشاعه موجوده في كل دول العالم، والجريمه ملهاش بلد معين. اهي تركيا نفس الجرائم اللي بتحصل في مصر زي اللي بتحصل في تركيا، خلافات الستات مع بعضيها. فالجريمه ملهاش وطن وملهاش دين. وما نقولش مش مصر هي فيهاش غير الجرائم، لا يا عم، كل دول العالم كلها جرائم متشابهه، سواء خيانات او سلايف مع بعض او مرات اخ للاسف في الوطن العربي كل شيء متشابه. لكن انا اقول ايه؟
تم القبض عليها طبعا، اعترافات تفصيليه ومثلت الجريمه وفي انتظار العقاب. هي بتقول انا خدت عقابي، قتلت ابني بنفسي، وده عقابك؟ طب مرات اخوكي ملهاش برضه عقاب عندك؟ لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.